مشاهدونا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. استمرار التبرعات لمكافحة فيروس كورونا. دعم الأسر المحتاجة بالذرة ومواد النظافة في نقفة. إبادة الجراد الصحراوي في عد قيح. غوتيريش ينتقد قرار ترامب تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية. مقتل ضابط شرطة و7 مسلحين في تبادل إطلاق النار بالقاهرة. وقتلى في هجومين بشرق الكونغو الديمقراطية. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. تتواصل تبرعات المواطنين في الداخل والخارج لدعم صندوق التصدي لوباء فيروس كورونا. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي بصوت الزميل أمير عثمان. يواصل المواطنون في الداخل والمهجر تبرعاتهم لتصدي لوباء كورونا. وأفادت وزارة الصحة بأن السيدة سابا هيلو مع ابنها السيد أبراهام إسياس فورقي قدمت 50,000 نقفة، والمواطنون المقيمون في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة مبلغ 1,187,300 درهم، حيث قدموا الأسبوع الماضي أيضا ب131,100 درهم. وقدم مبلغ 1,101,000 درهم مواطنان لم يرغبا ذكر اسميهما بمبلغ 550,500 لكل منهما. وتبرعت مواطنة مقيمة في أوروبا لم ترغب بذكر اسمها مبلغ 3,000 يورو. في غضون ذلك تبرعت جمعية المعلمين 1,050,000 نقفة، وصاحب فندق الساجن العالمي ب75,000 نقفة، ونادي الإسمنت الرياضي 50,000 نقفة، ومؤسسة أسمر فوم 50,000 نقفة، وجمعية الكتب المقدسة الإريترية 30,000 نقفة، وجمعية السنيت لأعضاء اللوجستيك إريتراكو 10,000 نقفة، وصاحب مطعم أونتيجيزمو 10,000 نقفة، وورشة تولدا للزجاج 10,000 نقفة، ومؤسسة لايم سيتي ب10,000 نقفة، والجمعية التعاونية لطلاب مدرسة الثورة بمندفرة ب10,000 نقفة، وجمعية المرافق الخدمية في إقليم جنوب البحر الأحمر ب5,000 نقفة، وجمعية مدهني ألم أبا شاول ب3,000 نقفة، و30 مواطنا بأكثر من 206,000 نقفة و900 دولار. كما قدمت جمعية أصحاب السيارات الأجرة في مندفرة وضواحيها ب25,000 نقفة، وأصحاب شاحنات الصهاريج ب21,000 نقفة، وأعضاء مكتب التعليم ومدراء مدارس في مندفرة ب14,531 نقفة، وصاحب فندق لونا ب10,000 نقفة، وصاحب فندق مرب ب5,000 نقفة، ومواطنان في المدينة ب12,000 نقفة، وبوتيك جورجسون في مدينة مصوع ب20,000 نقفة، وعمال إدارة مدينة مصوع ب333,000 نقفة. ويعمل الشباب في مديرية مصوع وقندع وشعب وفورة ونقفة بأنشطة توعوية ومساعدة المحتاجين. قدمت كميات من الذرة ومواد النظافة للأسر التي تنشط في الأعمال اليومية بمدينة نقفة، وضعا في الاعتبار التعليمات الصادرة منذ يوم 2 أبريل لمكافحة وباء كورونا، حيث قدم أصحاب المرافق الخدمية والمحال التجارية في المدينة 80 كنتالا من الذرة ل 240 أسرة محتاجة، بينما قدم أصحاب وسائق السيارات مواد النظافة لتلك الأسر. وأوضح مدير المديرية السيد يعقوب إدريس بأن المبادرة تعكس قيم التعاون والتكاتف التي يتميز بها الشعب الإريتري. أفاد مراسل وكالة إيرينا في مدينة عصب بأن التعليمات الحكومية الصادرة لمكافحة وباء كورونا يجب تنفيذها بشكل جيد، وأوضح بأن معظم سكان مدينة عصب ينفذون التعليمات رغم وجود ظواهر تؤدي لانتشار المرض، وأشار إلى عدم تنفيذ التباعد الاجتماعي في بعض فترات المساء بالمدينة والتجمع في المحال التجارية. أوضحت وكالة الأنباء الإريترية بأن أسراب الجراد التي ظهرت في الأيام الثلاث الماضية في مديرية عد قيح قد تم إبادتها من خلال رشها بالمبيدات الحشرية دون إحداثها أي أضرار تذكر،
حيث انطلقت أسراب الجراد من أثيوبيا وحطت رحالها أولا في مديرية صنعفي، ودخلت بعد ذلك إلى مديرية عالدقيح عبر مديرية سرونا. وأوضح الخبراء بأن الجراد هو من النوع الصحراوي وقد غطى مساحة 10 هكتارات. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على صعيد العالمين. انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية، معتبرا أن هذا ليس وقت خفض موارد مثل هذه المنظمة الأممية المنخرطة في الحرب ضد وباء كوفيد 19. وكان غوتيريش قد دافع في 8 أبريل الجاري عن منظمة الصحة العالمية بعدما وجه إليها ترامب وابلا من الانتقادات. وأتى بيان غوتيريش بعيد إعلان ترامب أنه أمر إدارته بأن تعلق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية بسبب سوء إدارة المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وإذا وجه الرئيس الأمريكي لائحة اتهام مطولة إلى المنظمة الأممية، قال أن العالم تلقى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات الناجمة عن الوباء، والولايات المتحدة هي أكبر مساهم على الإطلاق في تمويل منظمة الصحة العالمية، وقد دفعت لها العام الماضي 400 مليون دولار. قالت وزارة الداخلية المصرية أن ضابط شرطة و7 مسلحين يشتبه في كونهم متشددين قتلوا في تبادل إطلاق النار بعدما تلقت الوزارة معلومات عن احتمال شن هجمات على المسيحيين في عيد القيامة. وأضافت الوزارة أن 3 آخرين من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تلقت معلومات عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية. وقالت الوزارة أنها عثرت على أسلحة وذخيرة في الموقع. وقال النائب العام أنه أرسل فريقا من المحققين إلى موقع تبادل إطلاق النار بحي الأميرية في العاصمة. ونفذ الجيش والشرطة حملة كبيرة ضد جماعات متشددة في عام 2018 ركزت على شبه جزيرة سيناء وأيضا مناطق جنوبية ومنطقة الحدود مع ليبيا. قتل 25 شخصا في هجومين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة مضطربة تعد بؤرة للعنف حتى حسب ما أعلن عنه المسؤولون. وقال رئيس منطقة ديوغو الإدارية في مقاطعة إيتوري عادل إلينغي أن مسلحين هاجموا سكان قرية كولي وهم نائمون، مما أسفر عن مقتل 22 مدنيا. وذكر الجيش بأن الهجوم الثاني وقع الثلاثاء، لافتا إلى أن جنديين ومدنيا قتلوا في بيني بمقاطعة شمال كيفو المجاورة. هذا وتنشط عشرات الجماعات المسلحة والميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، غالبيتها في شرق البلاد. بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.